ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهارده. جبت الحله بتاعتي، الميه بتغلي وهبدا احط عليها فريم من الزيت ورشه من الملح، وهجيب بقى معايا نوعين من المكرونه. معايا بقى اي نوع من مكرونه صغيره، اذا كانت مكرونه خواتم او المكرونه الهلاليه، وهجيب كمان مكرونه سباكيتي وهقطعها على 4 عشان هنعمل مع بعض النهارده احلى كشري واسهل كشري هتاكليه في حياتك بجد. هنبدا بقى نسيب المكرونه تتسلق براحتها، بس قبل ما تسيبيها تقلبيها تقلبتين عشان ما تلزقش. هجيب بقى معايا حله معايا واحط فيها حوالي معلقتين من الزيت، وهنزل عليهم بحوالي ربع كيلو كده او اقل شويه من الشعريه، وهبدا اقلبهم لحد ما يتحمروا بالشكل دوت. وهجيب معايا العدس انا سلقاه. كل اللي انا عاملاه ان انا سلقاه بس في شويه ميه وحبه كمون. تقدري تحطي كمان فص ثوم بس ده اختياري براحتك. هبدا بقى اجيب كده حوالي الكميه اللي انا حطيتها حوالي كوبايه من العدس، هو عدس بجبه. بعد كده هبدا اقلبه كده مع الشعريه عشان لو في اي سوائل بعد السليق. انا يا جماعه نسيت اقول لكم انا سلقاه نص سلقه، يا دوبك بس ان هي بتبقى ماسكه نفسها، بس بتتقسم ممكن نصين، انما مش مستوي سوا كامل عشان ما يعجنش معايا. هبدا كده اقلبه مع الشعريه، وبعد كده هجيب حوالي كوبايتين من الرز وهبدا انزل بيهم على العدس بتاعي والشعريه. هبدا كده اقلب كده كله مع بعض واكني بعمل رز بشعريه عادي جدا. بس بقى ده رز الكشري بتاع المطاعم، حاجه كده خطيره. تقدري كمان تنزلي بميه العدس، بس انا بصراحه ما بحبذهاش، على حسب بقى طبعا ما انتي حابه. هنزل عليها هجيب ميه مغليه وهسويه اكني بسوي رز طبيعي عادي خالص. بعد كده هقلب كده كله مع بعضه علشان اشوف كميه الميه مظبوطه ولا لا، وهبدا بقى احط معلقه من الكمون زي ما انتم شايفين، وهنزل كمان عليهم برشه صغيره من الفلفل الاسمر، حاجه بسيطه قوي. وهنزل كمان بقى بالملح، وده طبعا على حسب رغبتك. مش قادرة اوصفلك الرز ده بيخلي الكشري بتاعنا في حتة تانية تماما، طعمه خطير، طعمه بجد خطير. لما هتجربوها هتحبوه. هسيب بقى الرز بتاعي يستوي، واول ما ياخد الغلوتين هديله تقلبتين كده، وبعد كده هوطي عليه واسيبه بقى يستوي براحته. ما بياخدش طبعا وقت على النار زي سوا الرز العادي خالص. هجيب بقى معايا حله على النار واحط بقى طبعا التوم، واحط شويه من الزيت، وهبدا كده اقلب كده كله مع بعضه. اول ما التوم معايا ياخد اللون هبدا بحوالي ربع كوبايه من الخل هنزل بيهم، وبعد كده هقلبهم كده تقلبتين. وبعد كده هنعمل ايه؟ يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هبدأ بس اقلب كده تقلبتين مع بعض ياخد غلوتين، ومعايا هنا شفشق من الطماطم من نص كيلو لكيلو ربع على حسب كمية الكشري اللي انت عاملاهم. بعد كده هنزل عليهم بالملح ده على حسب رغبتك، وهنزل كمان بمعلقة من الكمون وكمان رشة من الفلفل الاسمر. البهارات ثابتة معانا، ملح وكمون وفلفل اسمر بس كده. ونزلت على اخر حاجة حوالي رشة من السكر كده، معلقة صغيرة ممسوحة عشان طبعا حموضة الطماطم. هسيبها بقى تتسبك، ويلا بينا بقى نعمل مع بعض احلى دقة كشري. معايا هنا التوم مهروس حوالي 5-6 فصوص من التوم، وهنزل عليهم بعصير ليمونه، وهنزل عليهم كمان بتلت كوبايه من الخل. دي كوبايه بس معايا زي الفنجان، بس لو كوبايه مج هتحط تلت الكوبايه، وهحط زيهم ميه نفس المقدار بتاع الميه نفس مقدار الخل. هنزل برشه من الفلفل الاسمر، وهحط كمان رشه من الكمون حوالي معلقه، احنا طبعا بنكتر الكمون شويه علشان طبعا الدقه. وهنزل كمان عليهم باخر حاجه معايا من الملح. ملح برضو على حسب رغبتك انت، برضو بعد ما بنقلب بتدوقي لو هي محتاجه شويه ملح. طبعا انا بفضل ان انا بعملها ببرطمان عشان برجو كله مع بعضه. هنا انا بعمل التقليه، بقطع البصل بقلبه في معلقه نشا مع معلقه دقيق وبحطه في الزيت بقليه بياخد اللون الذهبي. ودلوقتي بنعمل مع بعض الشطه. الزيت حطيت معلقتين من الزيت ومعلقه كبيره من الشطه. خلي بالكم وانتوا بتنزلوا بالصلصه لان بتطرطش جامد جدا، خلي بالك وانت بتحطي. هنقلبها تقلبتين، وطبعا كده كده احنا محدقين الصلصه. ده شكل الرز بتاعي بعد ما استوى. الرز مفلفل ومستوي كويس جدا، وطعمه وريحته بقى حاجه كده خطيره. جبت معايا كمان المكرونه، بعد ما بسلقها بحط عليها حوالي معلقه من الزيت، وبقلب كده المكرونه مع بعضها عشان ما تبقاش ملزقه وشكلها لذيذ. وبعد كده هجيب معايا الصلصه، ده كان شكلها بعد ما اتسبكت. وطبعا الشطه الزيت حاجه كده خطيره، عشاق الشطه يعني هتعجبهم جدا. كمان دي البصلايه بتاعتي بعد ما اتحمرت، وكمان الدقه بتاعتنا الخطيره. هبدا بقى اغرف الطبق بتاعي زي ما تحبي بقى. في ناس بتحط الرز الاول وفي المكرونه، انا بحب احط المكرونه الاول وفي الرز، كده كده كله كشري وبيتقلب. بس الوصفه بجد خطيره، طعم بقى مش قادره اوصف لكم. مفيش حد كل من الكشري او جرب الطريقه دي الا وعجبته وبقى يعملها على طول، نفسه زي طعم محلات او المطاعم اللي انت بتاكليها بره بالظبط. وطبعا بقى اقل تكلفه، وكمان انت عارفه كل حاجه معموله ازاي. هبدا كده بعد ما حطيت المكرونه حطيت الرز، واخر حاجه هحطها معايا كمان الصلصه. هنزل كمان بقى معايا بالتقليه بتاعتي خطيره ومقرمشه شيبس، حاجه كده رهيبه. لما هتجربوا الطريقه كل اللي انا عملته زي ما قلت لكم ان انا قطعتها جوليان كده،
وحطيت عليها معلقه من الدقيق ومعلقه من النشا وفردتهم وقلتهم في الزيت وبس كده. وده كان شكل الطبق بتاعي بعد ما قدمته. حاجه كده قمر، شكل وطعم وريحه بجد فظيعه وخطيره وسهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي اي وقت. هناخد كده معلقه مع بعض وشكله مش قادره اوصف لكم، الوصفه بجد تستاهل بقكم. وتقدري طبعا تحطي اي اضافات اذا كانت الدقه الخطيره او الشطه الزيت. يلا بقى جربوا الوصفه وهستنى رايكم واشوفكم في صور جايه كتير، والف هنا عليكم يا حلوين.